مرحبا، يعطيكم العافية. اليوم حبينا نعمل أكلة طيبة ودسمة بمناسبة ذكرى تحرير سوريا. وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير يا رب، ويعم الأمن والأمان والسلام ببلادنا يا رب. أول شي بنعمله إنه بنكون سالقين اللحمة ومحضرينها لحتى ناخد مية اللحمة ونطبخ الفريكة فيها. هيك نحن بنعمل بحلب. مثل ما قلنا الفريكة ما بدها كتير تحميص، كل ما هيك الخصائص فيها ما تختفي، يعني طعمتها في شغلات لازم تضل ظاهرة فيها. هي شقفة الدهن. منضيف مية اللحمة. في ناس ما بتحب تكون مية اللحمة كتير ظاهرة، فيكم تضيفوا نص مية لحمة نص مي عادية، بصير كمان عشان ما تطلع دسمة كتير حسب الرغبة. بعد ما ضفنا مية اللحمة بنحطها على جنب. بنعمل الحركة الخطيرة اللي يعني فيكم تعملوها وفيكم لا. أنا بفضل غطيها وهيك لفحها بشقفة قماشة واتركها نص ساعة لثلاث ارباع ساعة. بهالوقت لازم مية الفريكة تغب، يعني شوي تنشف. بروح بعمل الرز، بعمل اي شي انا بدي اعمله بهالوقت. هلا هون جيت بدي احضر الرز. انا بعد ما انا غسلته ونقعته تقريبا نص ساعة بمي دافية. حطيت سمن حيواني اليوم بما انه طبختنا مدللة. أنا بحب أقلي الرز شوي قبل ما أضيف له المي. كل مين بيطبخ الرز على طريقته، بس أنا بحب هاي الطريقة. ولازم نحط كل الرز حرام مشان البركة. بس هون في عندي شوية مي بعقب الصحن، فراح صفيها وارجع لها. بعد ما تقلى الرز شوي أنا هون عم ضيف المي لكل كاسة رز، يعني كاسة وربع مي مو أكتر. أو فيكن تعيروها حسب نظر عينكن، إنه تكون هيك يعني المي زيادة فوق الرز، ما كتير، تقريبا عقدة إصبع أو أقل. مثل ما إننا شايفين بتحمل شوي. نضيف الملح. نستنى المي لحتى تنشف. بغطيه وبعير ربع ساعة. كتير سهل طبخ الرز وكتير بيطلع طيب معي بهاي الطريقة. بعد ما نشفت مية الرز غطيته ومنعير ربع ساعة. بهذا الوقت ونحن عم ننتظر الفريكة والرز يستووا منحمص المكسرات عشان ما نضيع وقت. هلا هي للأمانة بدها كاجو أكتر، بس وللأسف خلصان من عندي. يلا معلش، لا جود إلا بالموجود. هي الرز صار جاهز عنا. شوفولي على هالحبة، كل حبة وأختها. ايش شو هاد، ايش شو هاد يا مرمور. انا هون عم قلي اللحمة لحتى احطها هيك فوق الفريكة. في ناس بتفضل لحمة مجرمشة ناعمة او ناعمة مثل هاي. بعد ما تستوي شوي بنضيف الفلفل الحلبي. المزيد والمزيد. شوفولي على هاللون ما احلاه. بلشت هيك تذوب الدهنة، يا سلام. هلا رح ارجع احطها دقيقتين تانيين وارجع اطلعها. هلا بعد ما نقعت الفريكة شي 45 دقيقة المي غطت لحالها. يا سلام الريحة. ريحة شوي الفريكة طلعانة. هلا رح اقلبها. عن جد قول حدا هيك مدخنة يا لطيف على الريحة ما احلاها. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان هلا رح اغطيها منيح وحطها على الهادي كمان شغلة 3 ارباع ساعة للساعة حسب نوع الفريكة عندكم. والله خيسي هالطنجرة مثل العروس، كل شوي منلبسها شي. هلا منغلف هيك الطنجرة ومنغطيها. هاي الغطا شوفوا منشوفها بعد ساعة تانية. انا اليوم حبيت اشوي اللحمة بالفرن، حسيت انه هيك فرد مرة كلها بتتقلى مع بعضها وبتعطي كلها نفس اللون. ما فينا نقول اخف دسما لانه الدسم مبين، بس عن جد الريحة والمنظر يا سلام. فستق. هلا بما انه محتفلين، الشعب السوري كله محتفل، فقررنا اليوم نبيضها. يعني عم نعمل القرمان الحلبي. هون بما انه عنا اللبن مو كتير دسم يعني، فبنحتاج لكل كيلو لبن معلقة نشا
بعد ما نحطه على الغاز بنحرك، يعني ما بنشيل ايدنا من التحريك لحتى ما يفرط او يكتل. شوفوا لي على هالقوام، بسم الله ما شاء الله. وبس يغلي بنضيف اللحمة. بنكون هون هي نفسها اللي خبرتكن عنها، سلقتها وشويتها بالفرن. راح استخدمها هي للقرمان وللفريكة. وبالنسبة لطريقة التحضير تبعه، يعني على البارد بنحط النشا وبنخفق اللبن منيح، بعدين بنحطه بالطنجرة وبنضل بنحرك لحتى يغلي، وبنضيف اللحمة. وإذا شفتوه سمك شوي بتحبوا تزيدوه بمية اللحمة أو بمي عادية حسب. في ناس ما بتحب الدسم كتير، في ناس يعني أوكي ما في مشكلة. هي هون كل واحد حسب الموجود يعني، وحسب ما انتو تحبوا. وإن شاء الله صحتين وهنا. هلا هون بعد ما بلش يغلي عنا اللبن بنضيف اللحمة. في ناس تستخدم لحمة بعضمة وفي ناس انه من دون عظم، فحسب يعني المتوفر حسب ما هن يحبوا. نحن انا وجوزي بنفضلها هيك اكتر، يعني حسب كل ناس بتحب شي. هلا هو الصراحة بدك تضيفي اللحمة وتحركي وتصوري، صار بدي ايد ثالثة. يلا بعين الله، بسم الله. وبس هيك تحرك شوي مع بعضهم منطفي الغاز. انا حبيت ازين القرمان بشوية صنوبر وسمنة. يا سلام. هلا وقت نصب الصحن. شوفوا لي هالجمال، كل حبة واختها مفلفلة هيك، شغل مرتبين. يا عيني يا عيني. الريحة ما شاء الله. انتو بتآمنوا بكلمة انه اذا الطبخة نجحانة بتعرفوها من ريحتها؟ ايه، انا من هدول الاشخاص. انا خليتها على الغاز على نار هادية تقريبا ساعة. وهالرز يا عيني يا عيني. وهلا بنزينها باللحمة الناعمة، بنزينها بهي اللحمة. يا سلام، عن جد من أطيب الأكلات، يعني خرج العزايم، وأكلة يعني طيبة مفتخرة. يا عيني يا عيني. وهي المكسرات كل واحد بضيف حسب الموجود عنده. في ناس بتضيف بس لوز، أنا حبيت أضيف فستق، كاجو، صنوبر، لوز، بس الكاجو كان عندي قليل. ما شاء الله. هلا الفريكة اليوم نكهتها غير شكل، هي من حلب وريحتها هيك طيبة طلعت وطعمتها بتجنن. الله يعطيك العافية يا بابا والله يرزقك يا رب. وهيك بيكون خلص طبقنا لليوم. شوفلي على هالمنظر والألوان والريحة والطعمة كله طيب ما شاء الله.